القضيه الاهم نادي الزمالك. لا، المفاجاه ان حكم السجن النهارده، شوفنا مفاجاه. احنا كلنا عارفين ان الحكم مع المستشار مرتضى منصور السجن 6 اشهر. النهارده شفنا بقى ايه بقى المفاجاه؟ ان الحكم هيبقى كام؟ لا، سنه ونص طبعا. سنه ونص. لان اي عقوبه مع ايقاف التنفيذ، لو حصلت عقوبه بعدها تنفيذ تشيل عقوبه عدم التنفيذ. فبالتالي العقوبه اللي هي السنه اللي كان واخدها مع الكابتن محمود الخطيب، اللي هي في القضيه بتاعت الكابتن محمود الخطيب، فبالتالي ترجع عدم تنفيذ، هتبقى تنفيذ. فبالتالي هتبقى سنه ونص. طبعا يعني نهايه صعبه جدا انا شايف. طبعا ما نتمناهاش لحد، عشان برضو نبقى واضحين، احنا في رياضه ما نتمناهاش لحد، ما نتمناش النهايه ممكن بس الصعبه دي لاي حد. بس اخد بس يعني انا فاهم بس الناس ايه اللي حصل. اللي حصل ان المستشار مرتضى منصور كان واخد حكم بالسجن سنه مع ايقاف التنفيذ لمده 3 سنوات في قضيه سب وقذف الكابتن محمود الخطيب. السنه دي لا تنفذ الا اذا خلال 3 سنوات دي، لو خلال 3 سنوات دي من عقوبه اخرى يعني من يوليو 2022 لحد يوليو 2025 لو مرتضى منصور خد اي حكم تطبق عقوبه السجن اللي هي مع ايقاف التنفيذ. فبالتالي النهارده المستشار محمد عثمان المحامي النادي الاهلي الكبير والشهير النهارده قدم بلاغ للنائب العام او مذكره للنائب العام بيطالب فيها بتطبيق القانون او الماده 56 من قانون العقوبات اللي هو تنفيذ العقوبه. فبالتالي هيتنفذ السنه بتاعت 6 شهور بتاعت السيده لمياء خيري، والسنه بتاعت الكابتن محمود الخطيب. الاهم كمان من كده ان لسه في 3 قواضي تاني معروضين. يعني في قضايا كتير يعني هو في قضايا كتير، لكن في النهايه بس بنفكر الناس بس بمواعيد عمرو ان في قضيه يوم 7/9 دي قضيه الكابتن محمود الخطيب، 18/9 قضيه الاستاذ ممدوح عباس، وفي قضيه يوم 27/9 لسه في 3 قضايا تاني. فطبعا دي المفاجاه اللي بيقولوا عليهم ان عقوبه سجن المستشار مرتضى منصور مش 6 اشهر، سنه ونص، غير القضايا ال3 اللي جايين. عمرو بس استاذنك بس عمرو قبل هو طبعا حتى الان المستشار مرتضى منصور ما نفذش العقوبه بس طبعا لسه ما نفذهاش. انا بس بطلب بس من اصدقائنا واتس كوره يا ريت تشاركونا مين تختاروا او مين تتمناه انت بصفه شخصيه يكون رئيس نادي الزمالك، ومين تتوقعوا رئيس نادي الزمالك. يعني انا عايزكم بس ان كلكم كل واحد من اصدقائنا اصدقاء واتس كوره يقول لنا يتوقع يكون مين رئيس نادي الزمالك القادم. الانتخابات هتكون قبل 31 اكتوبر. مستنيين مشاركتكم معانا، تقولوا لنا مين تتوقعوه رئيس نادي الزمالك المرحله القادمه. قبل بس قبل ما نتكلم بس ناخد بعض الزملاء لان في تفاعل كتير ما شاء الله. بس عايز اقول حاجه بس بسرعه كده سريع. اتفضل. عايز اقول ان المستشار مرتضى منصور ما نفذش حتى الان الحكم، فهو في حكم الهارب. لكن معلوماتي ان هو تواصل مع بعض اجهزه الامن وقال لهم ان الاسبوع الجاي هيسلم نفسه، ان هيخضع للعقوبه، وان هو موجود في مصر، ما هربش بره مصر ولا حاجه زي ما بعض الاشاعات اتقالت. لا، هو في مصر وهيسلم نفسه الاسبوع الجاي للامن زي ما قال. تمام. تقريبا يعني الموضوع هيحصل الاسبوع القادم. طيب قبل بس ما ناخد ترشيحاتكم او اختياراتكم مين رئيس المتوقع رئيس نادي الزمالك السابق القادم اللي انا بقول لكم تاني مره النهارده اللجنه المؤقته هتعلن عن فتح باب الترشح للانتخابات. لازم الانتخابات تتم قبل 31 اكتوبر. لا مش لازم 31 اكتوبر، قبل 31 اكتوبر. لا خلال 45 يوم. لا انا بقول لك لازم تكون الانتخابات تمت. لا مش تمت، الانتخابات ممكن تتم في شهر 12 غالبا، هتكون في شهر. انا اللي سمعت النهارده كده. لا الانتخابات في شهر 12. طيب